السؤال الثاني، مين اللي طاع اكتر؟ ولا مين اللي، مش هقول اكتر، بلاش اكتر دي، مين اللي طاع؟ غبريال اللي طاع السماء لما جيت له روح بشر عذراء، ولا العذراء لما قالت للملاك هوذا انا امة الرب؟ مين اللي طاع؟ الحقيقة ان الملاك اطاع صوت السماء ففاز بهذا اللقاء، والحقيقة ان العذراء مريم اطاعت فحملت لنا الخلاص بطاعتها، حملت في احشائها المخلص الذي خلصنا. السؤال الثاني، مين اللي بيطيع مين؟ انا بطيع ربنا ولا ربنا بيطيعني؟ لا تستعجب اذا قلت لك ان صدقوني ان هو ربنا اللي بيطيعنا. تخيل، يا رب عايز كذا، حاضر. يا رب طب انا محتار في الامر ده، حاضر. يا رب دبر كذا، حاضر. ما انا كل ما بقول ربنا حاضر على وصية، هو يقول لي حاضر على اكتر من طلبة وطلب بطلبه. لان الذين يتقونك رب يكونون اعزاء عندك في كل شيء، لان الله قد ميز تقيه. ليه احنا بنجري على القديسين والابرار والناس الحلوه نقول له صلي لي صلي لي صلي لي صلي لي؟ لأننا نجزم أن طلبة البار تقتدرا كثيرا في فعلها. ربنا كأب حنين بيسمع لينا على فكرة، وبيطيعنا وبيتبعنا، بس يا بخت اللي هو كمان يطيع الوصية. اهرب لحياتك، اهرب يا رب، حاضر. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، حاضر يا رب. تطيع الوصية هتاخد مكافآت على تحت الوصية.